السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وسعادة. طبعا مع قناة مستر رمضان مهران في تعليم اللغة الإنجليزية، طبعا لجميع دارسي اللغة الإنجليزية، سواء إذا كنت طالب، إذا كنت ست بيت، إذا كنت محتاج اللغة في شغل، محتاجها في الدراسة. إحنا إن شاء الله معاك لطول الخط، ومعاك للنهاية إن شاء الله لغاية ما تتعلم اللغة. النهارده كلامي يعني تقريبا مخصص للناس اللي هي يعني مفيش انجليش تقريبا، ما يعرفوش اي حاجه في اي حاجه. طبعا مبدئيا لازم تكون عارف الالفابيتيكال ليترز اللي هي الحروف بتاعه اللغه نفسها، الاي والبي والسي، ودي مش تحتاج منك وقت، بس دي لازم تتعلم. تاني حاجه او تاني خطوه ان انت تبتدي تحط في دماغك كده ربط قرايه الانجليزي بقرايه العربي. هتلاقي الموضوع سهل قوي وسلس. يعني انت لو جيت بصيت كده للفونكس او الصوتيات، هتلاقي اصوات الحروف في الانجليزي تقريبا واحده في العربي، مفيش جديد والله اقسم بالله. يعني الاي زي الالف المد، البي اهو ب، الاف ف، التي ت، الام زي الميم، طبعا باستثناء بعض الحروف مثلا اللي ملهاش علاقه بالحرف نفسه نطقه. يعني مثلا الاتش مش هاجي انطقه اتش، بنطقه ه زي العربي. الدبليو بنطقه واو. واربط امسك بقى الايه المقاطع او مقاطع الكلمات اللي هي الصغيره، اللي هي من مقطع واحد، 3 حروف 4 حروف، وابتدي جمعها. طبعا حط في الاعتبار ان ما بيكون تاني حرف ايه تحس ان انت بتفتح الكلمه، اي بكسر الكلمه، او اهو تحس ان انت بتضم او. يعني مثلا جيت كلمه مثلا آه بي او تي، بي او تي، بوت، يبقى انا هنا ضميت. طيب لو اف تاني حرف الاي وتالت حرف الدي، والدي بالمناسبة عامل زي الدال، الكلمة فد. طيب لو اف مثلا وحرف الاي وحرف التي تبقى فات. يبقى انا هنا لما يكون تاني حرف الاي بفتح، اي بكسر، او بضم. دي تاني خطوة، تبتدي تشتغل على الكلمات اللي هي من مقطع واحد الأول. بعد كده تاخد كلمة أكبر. طبعا متابعتك واشتراكك للقناة هيجيب لك كل ما يخص قواعد اللغة الإنجليزية، من حروف مركبة، الحروف اللي ما بتنطقش اللي هي السايلنت ليترز. تابعنا وإن شاء الله بإذن الله مشكلتك هتتحل نهائي تقريبا من أول جلسة. هتتعلم الإنجليزي، يعني هتتعلم وأنت قاعد في بيتك. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ودرس جديد في اللغة الإنجليزية ومتعة اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.